يقول يا ناس ما عاد لي رغبها فارق الدار. الحمد لله قريتنا تمثل مدينة حواله اليوم. في هذا الزمن حضروية تغير الوقت واصبحنا بعصر الحضارة. أظن ما واحد نعدله في السبت حاجة. جميع ما نطلبه موجود عند ابنه اثنان، وإن كان مقفول دكانه في الدار غيره. غيثان وعزيز على ذمه بيع بترخيص، والعم عبد الغني سوى بقالة عجيبة مكانها عاد في الحمراء على جانب الخط. جميع الأصناف موجودة وخذ ما تريده. 4 دكاكين في القرية توفي المطاليب، جميعهم كل واحد له بضاعة وتوريد، تاجي من الشام وأرض الهند من كل فنة. والكهرباء بفضل ربي نورها عم في الدار، في كل بيت ترى اللمبات مثل الظهيرة. وقازكم يا ابن كرب عبار ما عاد له سوق. اليوم لمبات ما عاد لا فوانيس وتريج، ولا فتيله وطباخة ولا عاد دافور، ولا زمان الكعاتر والحطب والمنافيخ. ما عاد في البيت نبس لا دواخن ولا وار. الطبخ على الغاز والميعان ما جا الحمن فيه، والخبز في الفرن لا مشهف ولا عاد كانون. والبيت ذا من حصى شدوا عنه ما لنابه. ما عاد نقوى على كبسه وصد القطاطير، لا عاد يقطر بوسط الصاع كأنه مناقيع. ولا الكلاليب والأوتاد في الجد الرصات. جتنا الدواليب ما عدنا ندان الخلوفة، والباب بالكود نقدر عند فتحة وصكه. مصراع على صتشي فجعني من أعز نومه. مجنون مجنون يا ذا تمتني فيه مجنون، مجنون مجنون يا ذا تمتني فيه مجنون. اليوم عصر المسلح ذا هني في سواته، مقطعينه غرف صاله ومجلس وحمام، ومحوشينه بحوش وزارعينه بساتين. والباب ما فيه ضبة عاد قفله بكيلون، من عند بوابته دق الجرس وزامهله. حين تدخل البيت بوياته مثل المراية، والورد في ريحته وعلى قزاسه ستاير. والسقف فيه النجف والجدر فيه المكيف، والنوم في غرفته ما هو بفوق الجعادة. مسجلة فيه والراديو فيه تلفزيون، يا محسنك حين تناظر صورتك في المراية. والغسل ما عاد بالعطر بيخضر بثوبي، غسالة للثياب ومنشفة تنشف الماء. والمشي ما عاد نمشي غير في كعب عالي، ما هو بمن وارد الغمصان، ما هو بمن وارد الغمسان صلخ كراعي. والثوب ما عاد مقبض والعمايم مكواه، ما هو بمبرم وسحابه يحطه حنية. من وارد أبو غزال وللبنتات تطريز، يمشي على حسب الموضة بفن وتكليف. شيء عريضا في أكمامه وشيء الكبك فيه. وأما البنات اسم ربي كلهن تنانير، مقحوط من وسطها ومن أسفل الثوب مشتور. في مشيها مثل ذا حطوا برجله كلبشات، ما واحد عاد يعرف وش مع صفة اليوم. وإذا ترى في حوالة عد وأيضا ترى في حوالة شيء عناية وتعليم، يتعلمون السفان في مدارس حكومة. وللبنات أصبح أيضا شيء عناية وتدريس، تبيس في الصبح ينقلهن من دون تأخير، وعند وقت الخروج يكون جاهز على الباب. ومدرستهن قرت في بيوتها الغانم، وقبلها كن يتعلمن في بيت جمعان. جمعان معروف يكفينا النخوة الحريفة، حتى العجائز لهن في الدراسة مجالات. كهير في العصر يصرحنا بشنطة وقلمان، في طلب العلم ما عاد الجهالة مكاني. والراد ربي بعد تبني لهن الحكومة محل تطريز، يتعلمن فن الخياطة، ولا يسوين طبخ اليوم حسب المقادير. لجل إن ما عاد القرص الملعق الشف عندي، ما عاد نبغي عصيدتهم وعيش وفريجة، ولا دغابيس وعضاهن وقرصا ملقى. ما نبغي الأكل اللبناني ومن شرق أوروبا، وكباب وصال من المطعم مع لحم هندي. وام العيال أصبحت تحتار والشفها فيه، ما همه إلا بشغالة وسواق مخصوص، مكان تبغي يوديها وحسب المشاوير، لإن كان للسوق ولا إن كان تبغي زيارة. وتسامر الليل ما ترقد يكون غير سحرة، وإن كان نامت فلا تصحى يكون في الظهيرة. ما دام في البيت شغالة فلا شيء عدالة، تطبخ وتكنس وتغسل كل يوم وليلة. والماء من فضل ربي كل بيت ببزبوز، من بيت حمدان في راس الجبل لا سميرة، جام الزراعة في ركن السرب قام خزان، للشرب واللي معه بستان في البيت يسقيه. ما عاد لك يا علي قذان، قال على الناس واللي شرى وايت محتار بفين يغديه. محتار ما عاد له شغل ولا قابلية، حتى ابن زراع يشكي، حتى ابن زراع بنشر وايته ما فكر فيه. لا حول يمكن سنة ما حركه من مكانه، عود يخليه جنب السيل ومعذل فيه. ربه يجي سيل يمرح به ويرتاح باله،
وإذا ابن عثمان يشكي باحت المصلحية، قلابكم يا علي عثمان باحت ردوده، وده يبيعه ولكن ما لقي ناس يشريه، والخط من حد رؤوس الجرف ويفرع ثرب، زفلت ما هو من البطناج ولا المطبات، حطوه للي بيتنزه وللي بيصطاف، لفرع يمضي الشفا ومدورة في السجيفة، وبقدرة الخالق إن شاء الله تهامه قريبة، ريت المعدات شغالة بتندر دحيمة، ونقدر الله شريت وهبت فيه السراحة، واجيب عمال للمندي وشيشة وشاهي، وإن جاء ضباب الربيع اندر لها عن عماته، ما عاد نقاوي الحجاز ولا نداني ضبابه، والزراعة في كل الله على البير ماطور، غزير في الجم، غزير في الجم ما هو مثل سوق الغروبي، الخوخ والموز والرمان تشكي نواصيه، يا أهل الزراعة اشكروا ربي ودوا زكاته، وطريق قلوبه هبوله فرح حتى الكظايم، من شان ما يتعب الزراع نقل المحاصيل، وعندنا مكتب ينقل جميع الرسائل، فرع البريد الذي يبغي يوصل رسالة يكتب رسالة ويوصلها على فرع رهجان، لكن في ظنتي ما عاد له اليوم ملزوم، وش عاد لنا به ما دام اليوم في الدار تلفون، اللي بغيته فبادق الرقم واتصل فيه، إن كان جارا لنا وإن كان في مصر بيته، آخذ علومه وأنا في البيت ما زاع ساقي. يالله تحفظ حكومتنا وحكم السعودي، الناس ما عاد فيهم لا فقير ومعسور، اللي موظف وذا عنده تجارة ودكان، واللي عماير معه راس السنة تجني أرباح، واللي يعجز ما يطيق الكسب مامون جمعية البر عنده والضمان اجتماعي، واللي مريضا وتعبان الحكومة تداويه تعالجه، والدواء يصرف من الصيدلية، تريح الناس من عقب الشقاء والبهاذيل. يالله لك الحمد هل الخير، يالله لك الحمد هل الخير قطرا وكمات، إلى نظرنا حواله قلت لبنان ريته، يا دار جريبنا عين الحسد لا تصيبك.